السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صباح الورد والياسمين على احلى متابعين، حسب بقى الصباح او المساء اللي هتشوفوني فيه. وحشتوني جدا جدا بجد، والله وحشتوني. انا عارفه ان انا مقصره معاكم في تنزيل الفيديوهات، بس والله الفتره اللي فاتت كنت تعبانه جدا. كان عندي بقى دور برد، بقى عارفين الايام دي الجو صعب، والبرد الايام دي بقى عامل ازاي، بس الحمد لله بقيت احسن تماما. النهارده بقى جاي اتكلم معاكم في مهزله بتحصل على اليوتيوب. ممكن يكون اغلبنا مش متابع اليوتيوب، ما يعرفش ايه اللي بيحصل فيه، بس انا بقى عشان صاحبة قناة عارفة ايه اللي بيحصل في اليوتيوب. بجد مهازل مهازل مهازل. ستات فاتحة قنوات وطالعة تتسول على اليوتيوب. تصوروا انتوا بقى، تصوروا اللي احنا بقينا فيه، تصوروا المستوى اللي احنا نزلنا ليه. لما تلاقي كده ستات فاتحين قنوات وقاعدين يتسولوا، تصوروا اصلا يعني سمعة مصر بقت عاملة ازاي بالمنظر ده. والله العظيم بجد بقى منظر غير اخلاقي تماما. تخيلوا انتوا بقى المنظر عامل ازاي. تخيلوا انتوا بقى لما تكون كده ستات قاعدة فاتحة قنوات وقاعدين طول النهار بسات على اليوتيوب علشان يقبلوا دعم. الدعم منين بقى؟ دعم من الدول العربية. مش عايزة اقول اسامي حد، بس في ستات متبرعين بالدعم ده، بينزلوا كده للقنوات اللي عاملة مشاكل مع بعضها وبيدعموهم. ممكن هو بالنسبة لهم دعم خير، بس هل يا ترى بقى الدعم ده فعلا دعم خير؟ لما يدخلوا كده على قنوات بينهم وبعض مشاكل وتدعموهم، يبقى ايه الغرض؟ معقول ده يكون دعم خير؟ قولوا انتوا بقى. لما ام وبنتها يطلعوا على اليوتيوب عشان خاطر الدعم ده يا جماعه، ماسكين في بعض كده بيدين بعض عشان خاطر فلوس الدعم. اخ واخوه برضو ماسكين في بعض بسبب فلوس الدعم ده. تخيلوا انتوا بقى الستات اللي فاتحين القنوات دي وقاعدين على البسات عشان خاطر الدعم ده. قولوا انتوا بقى ده معناته ايه؟ ده تسول ولا لا؟ ده اساءة لمصر ولا لا؟ احنا والله يا جماعه بقت صورتنا وحشه جدا قدام الناس وقدام العالم. الناس كلها بره بتقول المصريين عاملين كده ليه. القنوات المصريه والستات اللي قاعدين عليها بيتسولوا ويشحتوا. احنا اكبر من كده بكتير، واحنا ارقى من كده بكتير. يعني بجد والله عيب اللي بيحصل ده. عيب لما تقعدي طول النهار على بس عشان خاطر تاخدي دعم. انا برضو عايزه افهم ايه الغرض من الدعم. ايه الغرض ان انا اشوف قنوات والعه في بعض واخش ادعمهم؟ فتنه ولا مش فتنه ده يا جماعه؟ فتنه. انتوا كده بتفتنوا الناس دي. انتوا كده بتعملوا فتنه في مصر، وبتعملوا فتنه بين الاهالي وبعضها. لما يا جماعه اشوف ام وبنتها قاعدين بيشكلهم عشان خاطر الدعم ده، اخ واخته، اخ واخ، الاب وابنه ماسكين في بعض بسبب الدعم، يبقى ده فتنه ولا مش فتنه؟ فتنه. يعني معنى كده الدعم اللي انتوا بتجيبوه ده وتقدموه بحجه الخير فتنه. بدل بقى ما تدخلوا القنوات ديت وتدعموهم مره واتنين وتلاته عشان يقف بعض بسبب الفلوس بتاعتكم دي. في ناس كتير محتاجه. شوفوا الناس في الشوارع عامله ازاي. والله العظيم واحد ساعات بيشوف ناس يعني حالتهم تصعب على الكافر، نايمين في الشوارع من البرد مش لاقيين حتى بطانيه يتغطوا بيها. دول بقى اللي يستحقوا الدعم. في ناس كتير محتاجين. الناس الفقيره، المستشفيات، اهل فلسطين. شايفين اهل فلسطين عامله ازاي؟ شايفين سوريا؟ شايفين اهل سوريا برضك؟ انا عايزه افهم بس حاجه واحده. انتوا لما بتقدموا الدعم للناس دي وبعدها بيمسكوا في بعض، ايه الاستفاده بقى من الدعم بتاعكم غير المشاكل والحرب بين الاهل وبعضها؟ ما انا فهموني يا جماعه، فهموني. لما ستات قاعده طول النهار على بسات وبتسولوا كده وبيشحتوا للداعمين دولت، والداعمين بيخشوا يديلهم فلوس علشان يمسكوا في بعض. عايزه افهم برضو ايه المقصود. المقصود بقى ان احنا نقوم حرب بينا وبين بعض، ناكل في بعض، عشان في الاخر يقولك ايه؟ شوف المصريين قاعدين بياكلوا في بعض عشان خاطر الفلوس. شوف احنا بقى وصلنا لايه. والله ده انا بالصدفه كده وانا بقلب لقيت فيديو، لقيت فيديو لواحده. ده اصلا اللي صدمني. إيه، هي كبيره في السن لقيتها قاعده بتقول
اللي انا طول النهار قاعده على بسات من الصبح لحد اذان الفجر عشان يجي لي الدعم. انما بنتي لا بتعمل بسات ولا بتعمل فيديوهات وبيجي لها الدعم وهي قاعده على الجهاز. شوفوا بقى لدرجه ايه. والله العظيم وقاعده عماله تعب في بنتها، والبنت نفس الحكايه برضو قاعده عماله تعب في امها. كل ده يا جماعه بسبب الدعم، بسبب الناس اللي بتيجي من بره. انا عايزه افهم بس فين الرجاله بتاعت الستات دي؟ ازاي هم اصلا سامحين لمراتاتهم طول النهار والليل فاتحين بسوس علشان يستقبلوا فلوس ويتسولوا؟ فين الرجاله يا جماعه؟ بجد والله انا مستغربه الموضوع ده، ومش قادره استوعب برضو ان ازاي احنا نوصل للدرجه ديت. ده كان الاول الواحد بيستحي يطلب اي حاجه من جاره. فين يا جماعه الكرامه؟ فين الكبرياء؟ عايزه اقول للداعمين دولت في ناس كتير محتاجه غير الناس دي، غير اصحاب القنوات دولت. ده انتوا مش بتدعموهم مره ولا اتنين، لا ده انتوا بتدعموهم كام مره. عشان كده هم ماسكين في بعض. المفروض كده يبقى عندنا عزه نفس وكبرياء، ما نزلش نفسنا عشان خاطر فلوس. فلوس ايه؟ فلوس ايه اللي انتوا قاعدين طول النهار على اليوتيوب عشان تشحتوها من الناس؟ وانا عايزه بس اقول كلمتين للداعمين دولت. بدل ما انتوا قاعدين كده تدوا فلوس لناس اصلا مش مستاهله ومش مستحقيه، ناس طول النهار كده عاملين بسات وقاعدين طول النهار على اليوتيوب علشان يتسولوا ويقبلوا دعم من هنا ومن هنا ومن هنا، لا ومش مره، ده مره واتنين وتلاته. ايه المقصود؟ ايه المقصود من الدعم؟ ايه المقصود ان انت تخشي قناه وتقعدي كل شويه تنزلي لها فلوس وانت عارفه اللي هي بينها وبين مامتها مشاكل، وانت عارفه اللي هي بينها وبين اخوها مشاكل، اللي بقى تقصدي ايه؟ اكيد تقصدي الفتنه دي يا جماعه، يبقى عباره عن فتنه. هم عايزين بقى يعملوا فتنه في مصر، وجايبينها من ناحيه ايه بقى؟ من ناحيه الستات اللي قاعده على اليوتيوب. ان اساسا الستات دي ستات ما عندهاش كرامه، لان لو عندها كرامه استحاله هتقعد طول النهار، استحاله هتقعد طول النهار على البث عشان تقبل تاخد فلوس وتقول لك احسن ظروفي. ظروف ايه؟ ما كلنا عندنا ظروف، بس ما بنطلعش كده بقى قدام الناس ونقلب كرامتنا ونقلب نفسنا. يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. ده ربنا اللي بيقول كده. وعايزه اقول بقى للداعمين اللي هم في البلاد العربيه، عايزه اقول لهم بدل ما تنزلوا كده وتعملوا فتنه بين القنوات وبعضها وتستغلوا الناس ديت محتاجه، في غيرهم اولى كتير في المستشفيات. مرضى الكبد، الامراض الله اكبر اللي هي الخبيثه الوحشه محتاجين فلوس. الناس اللي بتغسل له، ناس تعبانه كتير في المستشفيات ومحتاجه. ناس تعبانه كتير في بيوتها بس ما بيتكلموش ولا بيقولوا امه. ناس من كتر البرد نايمين في الشوارع مش لاقيين حتى بطانيه يتغطوا بيها. شوفوا اهل فلسطين، شوفوا اهل سوريا. فعلا دي الناس يا جماعه اللي تستحق الدعم، مش داخلين بقى على قنوات هم اساسا قاعدين فاضيين وتدعموهم علشان يحصل فتنه بينهم وبين بعض. انا اللي شايفاه ان الغرض من الدعم بتاعكم ده الفتنه. انتوا جايين تعملوا فتنه في مصر. كان الاول حرب على مصر بالاسلحه، انما الوقت بقى الحرب للاسف بالفلوس. واخدين بقى الستات دي وسيله، بس للاسف بقى هم ما يعرفوش كده. هم قاعدين بقى فرحانين بالفلوس اللي بتجيلهم والفلوس اللي بتنزل عليهم، ومفكرين بقى اللي هم يعني ايه، يا عيني بقى ما شاء الله. مش عارفين اصلا ان هم لما يطلعوا يعملوا كده بيسوقوا لسمعة مصر، وقبل ما يسوقوا لسمعة مصر بيسوقوا لنفسهم قبل اي حاجه. ازاي تسمحي لنفسك كده انك تقبلي اي قرش واي فلوس جايلك كده من بره؟ ازاي يا جماعه؟ ازاي الرجاله اصلا تسمح بكده؟ ولا هم اصلا الرجاله قاعدين بيقبضوا من ورا الستات عشان كده ما بيتكلموش وسايبين بقى المناظر دي بتحصل له؟ والله العظيم انا لما دخلت القنوات دي ذهلت، وذهلت اصلا كمان من طريقه كلامهم. يعني لا طريقه ولا اسلوب ولا حتى احترام ولا كرامه. والله العظيم انا عن نفسي لما شفت المناظر دي ما عجبنيش الحال. عايزه اعرف بجد احنا ليه وصل بينا الحال للدرجه دي؟ بجد والله يا جماعه اللي احنا فيه ده مهزله، سوا بقى غلو المعيشه اللي احنا عايشينها بسبب زياده الاسعار. الناس طلعت تاكل في بعضها، الناس طلعت تتسول، الناس طلعت تسرق، طلعت تقتل بسبب غلو المعيشه اللي احنا عايشينها. يعني عايزه اقول للمسؤولين ارحموا الناس، بجد والله يا جماعه ارحموا الناس. في المستوى اللي احنا وصلناه عايزين تعملوا فينا اكتر من كده. الناس بدات تسرق. يعني انا جوزي من كام يوم كان رايح المقابر، يا دوبك ركب التوك توك نسى الموبايل، لا نسى الموبايل بتاعه عشان كان بيحاسب التوك توك. اتاخد في ثانيه، اتاخد في ساعتها.
راكب معاه التوك توك اخده. وبرضك عامل امبارح اخد الموتوسيكل بتاعه وراح المدرسه عشان يسال على بنته، خرج من المدرسه ملقاش الموتوسيكل، اتسرق. شفت بقى احنا وصلنا لايه؟ كل ده سببه ايه؟ سبب غلو المعيشه اللي احنا عايشينها. الدنيا كلها غلت، الدنيا كلها بقت صعبه، الناس ما عادش قادره تعيش. بس مش معنى بقى غلو المعيشه اللي احنا بقى نطلع كده نتسول، نطلع كده نقلب كرامتنا قدام الناس، نطلع بقى نسرق ونطلع نقتل ونقول احسن الدنيا غاليه والدنيا كذا وكذا وكذا. لازم يكون عندنا كده ايمان بالله، ولازم يكون عندنا كده صبر، وعارفين ان الرزق بيجي من عند ربنا، ما بيجيش من عند العبد. ان الله مع الصابرين. وكل ما تصبري على المعيشه وعلى الحياه، كل ما ربنا بيكرمك. والله العظيم ربنا بيكرمك. احنا بجد والله بقينا في زمن صعب. يعني كل ما بشوف مثلا اخوات ماسكين في بعض عشان الفلوس، والله بحزن من جواتي. بشوف مثلا ام وبنتها وبنت وامها طالعين برضو عشان الفلوس، بزعل. ليه يا جماعه؟ ده الام المفروض اصلا تحوط على عيالها، المفروض الام دي هي المدرسه. المفروض حتى لو بنتك دي غلطانه انت الكبيره، مش تقفي قصادها عشان خاطر فلوس جالها دعم اكتر منك. والاخوات برضو اللي ماسكين في بعض على اليوتيوب بسبب برضو الفلوس عاملين مشاكل. والله العظيم يا جماعه احنا بقينا في زمن العجائب، زمن العجائب. يعني لسه ايه تاني؟ لسه ايه تاني اكتر ما الاخ بيقتل اخوه؟ عايزين بجد والله يا جماعه حل المشاكل دي، عايزين المسؤولين يتدخلوا في الموضوع دي. يا ريت يا جماعه المسؤولين بجد يتدخلوا، وبالاخص في القنوات اللي قاعده كده عماله تسب في بعضها، والقنوات اللي قاعده عماله تقول كلام بذيء ما يصحش اصلا ان هم يطلع يقولوه. عيب اصلا لما نطلع نقول الكلام ده، الفاظ وكلام ما يصحش اللي تتقال. يا ريت والله كده تعملوا بلاغات في القنوات دي علشان تقف خالص نهائي، لان القنوات دي اصلا تسيء لمصر ولسمعه مصر. وربنا يهدي الجميع. بجد والله يا جماعه ربنا يهديهم، لانه اصلا لما شفت المناظر دي ما عجبتنيش. لان المتابع اصلا لما بيدخل ويتفرج على القنوات دي كده تدعموهم ومش تشجعوهم. وبدل بقى ما نشجع القنوات دي، شجعوا القنوات المحترمه، شجعوا القنوات اللي بتقدم محتوى محترم ومحتوى هادف. والله المستعان وربنا يهدي. السلام عليكم.